اهلا وسهلا بيكم في قناتكم من قلب العش. معاكم يوسف. تعالوا نتابع النهاردة هنعمل ايه جديد مع الحمام. هنا المكان اللي هتعيشوا فيه تجربة مختلفة مع عالم الحمام والطيور. هنا هنتكلم عن كل صغيرة وكبيرة تخص التربية، من اول الزغلول وهو عمره يوم لحد ما يبقى فرد انتاج قوي وصحي. هنشارككم اسرار التغذية، طرق الوقاية من الامراض، تجارب عملية جوه العش، ونصائح هتفيد أي مربي سواء لسه مبتدئ أو عنده خبرة. من قلب العش هدفنا نوصل المعلومة الصح بشكل بسيط وسهل يخلي التربية متعة مش مجرد شغل وخلاص. فلو بتحب الطيور وعايز تكبر مشروعك أو حتى تستمتع بالهواية، يبقى أنت في المكان الصح. ما تنساش تدعمنا باشتراك وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد من قلب العش. موضوعنا النهاردة سهل وبسيط، حاجات موجودة في أي بيت. الحاجات دي لو اديناها للحمام أو أي طير بترفع مناعته وما بتخلوش يمرض كتير. أول حاجة لازم نعرفها إن الحمام زيه زي أي كائن حي، لو جسمه ضعيف أو مناعته قليلة بيتعب بسرعة. علشان كده لازم نهتم بالنظافة وبالأكل المتوازن والمية النظيفة والمضاد الحيوي. مهم جدا كمان اننا ندي الحمام مضاد حيوي طبيعي من وقت للتاني، وده علشان يحميه من البرد والالتهابات ويقوي مناعته من غير ما نلجأ للكيماويات او اي دواء بشري اللي ممكن يضر الكبد والكلى بتاع الحمام. تابعوا معايا الفيديو علشان نقدر نوصل لكم كل جديد من قلب العش ونعرف ايه هو المضاد الحيوي ده. هنتكلم النهاردة عن 3 حاجات من أقوى مضادات الحيوية الطبيعية اللي ممكن نستخدمها للحمام أو الطيور. معروف من زمان إنه مضاد حيوي طبيعي قوي، بيقتل البكتيريا والفيروسات، وكمان بيقوي المناعة بشكل كبير جدا. ولما بنديه للحمام بانتظام بيحميه من الأمراض كتير زي البرد، النزلات المعوية والالتهابات. تعالوا نشوف أقوى مضاد حيوي ممكن نعمله بطريقة سهلة جدا من البيت. عندنا البصل والثوم والليمون، دي مضاد حيوي قوي جدا للطيور عامة، إذا كان حمام أو طيور فراخ كتاكيت. كل دول فوائدهم كتيرة جدا. تعالوا مع بعض نكمل الفيديو ونشوف الحمام وهو بياخد مسقة المية وبيشرب منها. طبعا بعد ما ضربناهم بالخلاط بنصفيهم علشان الحاجات اللي ما بتكونش اتضربت كويس او اتطحنت كويس تنزل في الصفاية. واحنا طبعا عندنا كتاكيت بلدي هنحط لهم الحاجات اللي هي بتفضل دي في الاخر مع حبة علف وبنأكلها لهم. طبعا في ناس بترمي الحاجات اللي هي ما بتتطحنش كويس، لا طبعا احنا لازم نستخدمهم. لو عندنا كتاكيت في السطح او عندنا مثلا اي حاجة بنربيها ممكن في الاخر نديها للحاجات اللي عايشة غير الحمام، لان الحمام مش هياكلها. فاحنا هنخلطهم بحبة علف كده للكتاكيت وهنقدمها لهم، ومنهم كمان مضاد حيوي للكتاكيت. طبعا احنا كنا مجوعين الكتاكيت لغاية اخر النهار علشان يعرفوا ياكلوا الحاجات اللي بتفضل من العصير اللي احنا عملناه ده بتاع الحمام. فبنجيب حبة علف لازم نخلطهم كويس اوي معاهم، وفي الاخر بنقدم لهم للكتاكيت. تعالوا مع بعض نشوف اذا كانوا هم هياكلوه ولا لا. لازم طبعا نتأكد قوي اللي احنا خلطناهم بالعلف علشان الكتاكيت تعرف تاكلها. هنا طبعا هم مستغربين من الريحة ومن شكل العلف، لانهم قبل ما بياكلوا اي حاجة لازم يشموها الاول، بيشوفوها مثلا اذا كانت حاجة حلوة مثلا ليهم او لا. هنا طبعا هم عشان جعانين فنزلوا عليها طبعا بياكلوها، ودي الحمد لله حاجة كويسة جدا. اللي احنا بعد كده اي حاجة مش هنرميها هنديها للفراخ، لان الفراخ البلدي بتاكل اي حاجة، حتى بتاكل كمان ساعات الذرة العويجة اللي واقعة من الحمام. هنا طبعا كمان ادينا لهم المية. هنا كانوا خلصوا العلف. طبعا الحمام كنا معطشينه، قلنا برضو هنشربهم على عطش علشان يستفيدوا بأكبر مضاد حيوي يفيدهم في جسمهم.
انا عامل طبعا ساعة لما ضربت الحاجة في الخلاط هم كوباية مية. الكمية طبعا اللي انا زودت بيها ليمونة قطعتها 4/4 وبصلاية صغيرة وكم فص توم. وفي احيانا ناس بتحط كمان ملح بيبقى مفيد برضو ليهم. هنا طبعا نزلوا على المية عطشانين جدا. طبعا شكلهم حلو اوي هما بيشربوا، يعني هما مستفيدين كمان من المضاد الحيوي. دي بتفضل قدامهم لاخر اليوم، بعد كده بشيلها من قدامهم واقدم لهم مية تاني، لان الجو حر. والثوم مع البصل مع الليمون لازم يتحطوا للطيور 24 ساعة او اقل كمان، علشان طعم المية ما يتغيرش وما يحصل لهمش حاجة. الأحسن نغير المية علشان نضمن إن الحمام بيشرب حاجة نضيفة وفعالة. ده جوز الحمام اللي هو كان عنده التلات زغاليل. طبعا التلات زغاليل دول اللي محتاجهم يا جماعة ممكن يكلمني. دول بسعر رمزي جدا، اللي محتاجهم يكلمني في أي وقت ممكن أقابله أدهم له. طبعا التوم مضاد للبكتيريا والفيروسات وبيقوي المناعة. البصل غني بمضاد الأكسدة بيحمي من الالتهابات وبيطرد الطفيليات. أما الليمون فيتامين سي عالي جدا بيرفع المناعة وينظف المعدة. وبكده يا جماعة هنكون وصلنا لنهاية الفيديو. اتكلمنا النهاردة عن أهمية الوقاية للحمام، وقد ايه الحاجات الطبيعية زي الثوم والبصل والليمون بتعتبر مضاد حيوي طبيعي قوي، بيرفع المناعة وبيحافظ على صحة الحمام والزغاليل. لازم نفتكر دايما ان التربية الصح مش بس اكل وشرب، لكن كمان نظافة متابعة وتقديم حاجات طبيعية آمنة بدل الاعتماد الكلي على الأدوية الكيماوية. لو استفدتم من الفيديو ما تنسوش تدعمونا باشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد من قلب العيش، واستنونا في الحلقات الجاية بكل جديد. سلام.